السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم لو الصبح، ومساء الفل عليكم لو احنا بتتفرجي على الفيديو بتاعي بالليل. النهارده ان شاء الله يوم من ايام الاجازات بتاعت الست العاملة الموظفة، او تحبي ان انت تعملي اكلك بالاسبوع علشان تفضلي ولادك ومذاكرتهم. حتى لو انت مش بتشتغلي فلازم تكوني فاضيه لولادك، احنا في دراسه دلوقتي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم كده حاجه تسهل علينا الوقوف في المطبخ كل يوم. تبقى كل حاجتك كلها تبقى ايه جاهزه عندك. انا عندي هنا كيلو ونص زي ما احنا شايفين كده لحمه مفرومه، هاخدهم دلوقتي هعصجهم. حتى حوالي كيلو بصل على كيلو ونص لحمه مفرومه، واحط عليهم فلفل الوان وجزر مبشور. لو مش عندك جزر مش مشكله، لو عندك فلفل الوان حطي. هوريكم دلوقتي كل حاجه بالتفصيل. هنا عندي كمان زي ما احنا شايفين كده صدرين فرخه. زي ما انتوا عارفين انا لما بجيب الفراخ بشيل كده منها فردة صدر كده على جنب، فدول صدرين هنعمل برضو منهم وصفات. نقعهم انا في شويه ميه بخل، وهنبدا دلوقتي اقطع البصل عشان ما اطولش عليكم وارجع اقول لكم عملنا ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هنا قطعت البصل زي ما قلت لكم كده وغسلته، والفلفل الالوان وغسلته، حضرت الكبه بتاعتي. وادي اللحمه هحطهم بقى كده اهوت. هجيب صينيه كبيره لان طبعا ده كيلو ونص لحمه، بسم الله ما شاء الله، غير الحاجات اللي انا هضيفها من غير اي ماده دهنيه ومن غير اي حاجه. هحط اللحمه بتاعتي كده اهوت. ما تحطيش اي ماده دهنيه دلوقتي ولا بهارات ولا اي حاجه، انت بس تحطي اللحمه بتاعتك كده اهوت لحد ما ايه، ما لونها يتغير، لحد ما لونها ايه يتغير. ابدا بقى ان انا ايه افرفطها بس كده من بعضها كده، افكها كده من بعضها واسيبها بقى على النار لونها يتغير. وبعدين اقول لكم هنعمل فيها ايه. انا بكلم دلوقتي الموظفه اللي مش فاضيه تخش المطبخ كل يوم، معاها اطفال صغيره بتصدق ابنها مثلا ينام او اي حاجه تخش تعمل ايه الحاجات دي. بعدين اللحمه المعصجه، احنا مش كل ما نيجي نعمل اكله هنعمل ايه، هنعمل نعصج ونعمل. فلما بتكون متعصجه عندك في الفريزر بتوفر عليكي كتير، وبتوفر عليكي الكميه، وبتوفر عليكي الوقت وكل حاجه. انا قبل كده مفرزه اللحم بكذا طريقه، وفي لحمه حاطه فيها قلب كوسه، وفي لحمه حاطه فيها جزر مبشور. يعني بصي بتزودي الكميه بحاجات مفيده وما بتضرش ولادك خالص. طبعا انا بجيب الكميه من اللحمه المفرومه لان هي اكتر حاجه بتستخدم اكتر من السليمه. انا بقول للجزار كده اديني انصاص، لان ساعات بعمل همبرجر، ساعات بعمل كفته. لكن انا بمسك مثلا كيلو ونص من اللحمه الشهريه بتاعتي او 2 كيلو وبعصجها، لان الصواني طبعا بتعملي صواني كتير فبتبقى سهله عليكي. ماشي. بصوا بقى يا حبايبي يا ميس امال، انا دلوقتي كده اللحمه هي غيرت لونها. وبصوا بقى انا عملت ايه، مسكت البصل فرمته زي ما احنا شايفين في الكبه وصفيته. طب انا ليه بصفيه؟ بس طبعا مش هصفي الميه كلها اللي فيه عشان يبقى برده فيه ريحه البصل. عشان انا دلوقتي هقول لكم هنعمل ايه بميه البصل دي. ادي البصل بتاعي اللي انا فرمته اهو، حطيته كميه كلها على اللحمه بتاعتي، بسم الله ما شاء الله. وقفي بقى كده اهوت مره واحده زي ما بقول لك كده وانجزي. شايفين يا حبايبي انا حطيت على كيلو ونص لحمه، حطيت ايه كيلو بصل، حوالي كيلو بصل. كل ده البصل ده هيهمد دلوقتي وكله هيدوب في قلب بعض. وكمان عملت ايه، جبت الكبه بتاعتي وضربت فيها الفلفل الالوان. انا ما عنديش جزر مبشور خلص، بس انا ما بستغناش عنه. لما انزل السوق ان شاء الله هجيبه تاني، لانه بصراحه ربنا نعمه في البيت الجزر المبشور ده. وبتدخلي لي في ولادك للاكل طبعا صحي وفوائده كبيره. والفلفل الالوان دوت بيقوي المناعه جدا. يعني انت لو لقيتي الفلفل الالوان هاتي لي ولادك حلو قوي. هتقولي لي الفلفل الالوان غالي، انا كنت جايباه زي ما انتم عارفين لما بتبقى القوات المسلحه واقفه بجيبه وبفرزه، كان ب 8 جنيه وب 10 جنيه. دلوقتي هو غالي، دلوقتي بسم الله ما شاء الله الفلفل الالوان وصل في الجيش ب 15 جنيه وب 20 جنيه في السوق. فانت لو لقيتي عربيه القوات المسلحه يا ريتك تستغليها، والله هتنزلي 50 جنيه هتجيبي حاجات 5 اصناف، كل صنف حوالي 2 كيلو. مع ده طبعا الفلفل الالوان عشان ما بقاش بكذب عليكم، الفلفل الالوان دلوقتي بقى كيلو ب 15 جنيه. هتجيبي بقى بتنجان 2 كيلو ب 10 او 2 كيلو ونص، والخيار نفس القصه. انا كنت جايبه على طول، يعني كل ما باجي من الشغل وبلاقي العربيه واقفه بجيب منها فلفل الشطيطه، فلفل الحامي الاخضر، كل حاجه بصراحه. الفلفل اسمه ايه الرومي، والله كنت جايباه ب 2 جنيه ونص منهم. فلما بلاقي فرصه زي دي ما بتاخرش. زي ما احنا شايفين كده انا حطيت الايه، حطيت اللحمه بتاعتي والبصل، البصل يتبل واكون محضره التوابل بتاعتي، وهي هقول لكم دلوقتي
يلا يا حبايبي بقى كده خلاص اللحمه بتاعتي بدات تشرب مع البصل، واللحمه خدت طعم البصل والبصل خد طعم الايه، اللحمه. حان الوقت بقى دلوقتي ان انا احط البهارات بتاعتي، واحط بقى حته حاجه كده جميله هتخلي اللحمه بتاعتك بلدي 100%، حتى لو هي مستورده او هي نوعها ايه. حته ايه؟ حته الليه. قطعتي بقى حته ليه كده قد الليمونه كده اهو. انت لو بتجيبي لحمه مستورده مفيش مانع، ايه المشكله؟ هتاخدي اللحمه المستورده بتاعتك دي وهتجيبي من عند الجزار نص كيلو ليا. اللي هي تقريبا ب 80 جنيه، يعني ب 40 جنيه هتقعد معاكي شهور، مش يوم ولا اتنين. من كل اكله كده حواوشي بقى، حته همبرجر، حته كفته. برضو تحطي حته الليه دي بتخلي لك اللحمه بقى بصي جميله، وما بتبانش ولا تقولي بقى هتبقى طعمها ضاني ولا الكلام ده كله. اللحمه اللي هي بتخلي طعم اللحمه تحفه. انا بقى هسيبها كده تتعصب كده مع نفسها، وهوريكم ايه البهارات بتاعتي، وهوريكم برضو انا هحط عليها فصين توم كده مدقوقين عشان برضو يخلي اللحمه ريحتها حلوه. والتوم كمان بيشيل الزفاره وليه فايده. احنا دلوقتي في الشتاء مش عايزين ولادنا يجي لهم ايه، نزلات البرد. هحط بقى حته توم حلوه كده من اللي انا مفرزاه عشان تديني ريحه للايه، للحمه. ادي حطيت حته التومه بس كده. لا، انا هحط كمان معلقه شطيطه من اللي انا عاملاها. هي مش هتبقى حاميه قوي ما تخافوش، مش عايزه تحطيها ما تحطهاش، دي اختيار. اهي ادي الشطيطه اللي انا كنت عاملاها في البطرمان، بعملها بقى في كل الاكلات، بتدي كده طعم حلو كده في الاكل. اهي حته بس كده اهو، مش هكتر برضه عشان ايه، عندي ناس مش بيحبوا الشطه فما ضايقهمش يعني. شايفين يا حبايبي؟ بس بتدي طعم حلو قوي قوي. هنا بقى البهارات بتاعتي، انا حطيت سنه قرفه برضو ما تخليلكيش اي زفاره. بهارات مشكله اللي هي 7 بهارات. بهارات مطحونه اللي هي ورق لوري وحبهان وزعتر، وهنا بصل باودر، توم باودر، شويه بابريكا، فلفل اسود، ورق لوري. لسه ما حطيتش الايه، ما حطيتش الملح. هاخد كل البهارات دي كده وارشها على اللحمه بتاعتي. تمام يا حبايبي لحد كده تمام. الملح بقى هحطه لما ميه البصل دي خلاص تبدا تتشرب، هحط بقى الملح بتاعي وادوقها واشوفها بقى تبقى ايه طعمها حلو. اول ما تيجي كده تخش في الايه، في السوا. كمان هحط ايه، هحط خلاص بقى الفلفل الالوان بتاعي عليها. هتشوفوا بقى اللحمه المفرومه بقى لا يعلى عليها بقى اللحمه دي المعصجه. تعملي بقى رقاق، تعملي جلاش، تعملي بيتزا، تعملي صينيه مسقعه، صينيه بطاطس، تعملي صينيه كوسه، لازانيا، مكرونه بشاميل. كل حاجه هتلاقيها عندك جاهزه في اللحمه اللي احنا عملناها دي. هقلب بقى كله كده مع بعضه واسيبها بقى تاخد ايه، تاخد سواها على النار. ودلوقتي كده بقى لحمتنا كده خلصت، بس طبعا هنحط عليها الملح عشان انا قلت احط الملح في الاخر قدامكم اهو. بتحطي بقى الملح وتظبطيها عشان لما تطلعيها خلاص بقى هي كده جاهزه. طب اعرف منين يا مس امال ان هي خلاص كده؟ بصوا سامعين صوت الخروشه ده اهو، انا بقرب لكم الصوت. هو ده كده يبقى خلاص هي استوت اهو. صوت الخرفشه دي ان هو استوت خلاص. هي دي كده يديكي ان اللحمه بتاعتك اتعصجت، عشان ما تسيبهاش اكتر من كده وتلزق وتتحرق منك. كده بقى هسيبها لما تبرد خالص. هطفي عليها دلوقتي، هسيبها لما تبرد خالص واكيسها واوريكم برده المنظر الاخير. هنا اهو كيست اللحمه بتاعتي اللي انا عملتها معصجه. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكيس مليان ازاي، شايفين؟ كيشتهم بقى كده اهوت وحطيتهم في قلب اكياس. طلعوا 6 اكياس. 6 اكياس من كيلو ونص لحمه مفرومه هيعمل لك 6 اكلات. تمام التمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم. تفريزات النهارده تعصيج اللحمه المفرومه، وهنا الاستريبس اللي احنا عملناه. يبقى انا هنا عملت كام اكله؟ ادي 6 اكلات، وعملت هنا قولي اكله ستريبس، يعني حوالي 7 اكلات في الاسبوع. هو احنا كل يوم هناكل لحمه مفرومه؟ لا، ما انت هتعملي صواني مختلفه. يبقى من كيلو ونص لحمه ونص كيلو بانيه، او نص صدور. الصدور ب 85 جنيه وب 80 جنيه، يعني النص ب 40 جنيه. تمام يا حبايبي. وكده يبقى عملنا كل الاسبوع اللحوم وبتاع وغذينا عيالنا. ما تنسونيش في اللايك والشير. مع يوميات مس امال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.